اتحادات عربية، مو بس أي اتحاد بل اتحاد الدول العربية كلها تحت اسم الوحدة العربية. وهذه الفكرة ظهرت بعد انتشار القومية في الدول العربية. ولو نظهر الدول العربية كلها على الخريطة فهذه هي حدود الدولة العربية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى بحر عمان. وأول أفكار التأسيس ظهرت في فبراير من عام 1958 ميلادي. أولا اتحدت الأردن والعراق تحت اسم الاتحاد العربي الهاشمي في 14 فبراير من عام 1958. وبعدها بستة أيام يعني في 22 فبراير جماعة من السياسيين السوريين اقترحوا أن يتم الاتحاد مع مصر، ورئيس وزراء مصر جمال عبد الناصر قبل بهذا الاتحاد. وبكذا تأسست الجمهورية العربية المتحدة باتحاد الدولتين هذه. وتأثير الاتحاد هذا مستمر إلى يومنا هذا حتى في أعلام الدولتين هذه. علم مصر في يومنا هذا مكون من لون أحمر أبيض وأسود وصقر قريش في النص باللون الذهبي. علم الجمهورية العربية المتحدة هو هذا العلم أحمر أبيض وأسود وعليه نجبتين خضراء ترمز لمصر وسوريا. أما علم سوريا في يومنا هذا هو نفس علم الجمهورية العربية المتحدة. خلينا نرجع شويتين للاتحاد الهاشمي. بعد أقل من 6 أشهر يعني في 2 أغسطس من نفس السنة الاتحاد العربي الهاشمي سقط بسبب إسقاط الملكية في العراق. وبعد 3 سنوات من اتحاد مصر وسوريا وبالتحديد في عام 1961 خرجت سوريا من الجمهورية العربية المتحدة بسبب الانقلاب. وبكذا سقطت الدولة هذه أيضا. وفكرة الوحدة العربية يعني اللي هي اتحاد الدول العربية كلها يعني فشلت بسبب أن الدول هذه اللي هي دولتين كلها فشل. الدولة اللي بعدها